السلام عليكم ومرحبا بكم في مطبخ نوال الخالي من الغلوتين. كما شفتوا في اول فيديو، وصفه اليوم هي عجينه السكر او لاباتا سكر. لهذه العجينه واش نحتاجو؟ اولا المكون الرئيسي هو السكر الناعم، يكون منخول. انا نستعمل سكر المرجان. عندنا نصف كاس. انا استعملت اولا المكيال هو حسب الكاس، يعني صغير ولا كبير حسب الكاس كما تحبوا. عندنا نصف كاس نشاء الذره. عندنا جلوكوز. الجلوكوز هذا يعني اذا حبيتوا ننزل لكم الفيديو تاعو ما كانش مشكل، ولكن نقدروا نعوضوه بالعسل. اللي ما عندوش الجلوكوز او ما يصلحلوش الجلوكوز نقدروا نعوضوه بالعسل. عندنا ملعقتين كبيرتين جلوكوز، وعندنا ملون. انا حنستعمل الملونات الغذائيه اللي كنت استعملتها من قبل، حنحط لكم الرابط تحت الفيديو. اذا نبداو على بركه الله. اذا كما قلنا نصف كاس نشا وثلث كيسان سكر انا حطيتهم دركا باش نربح الوقت فقط. عندنا الجلوكوز حوالي ملعقتين كبيرتين. اذا يعني خدمتوه في البيت وجمد لكم نقدروا ندوبوه في الميكرووند ولا في حمام مائي بهذه الطريقه. عندنا ملعقتين اللي نسيت ما ذكرتهاش في الاول ماء. تقدروا تنكهوا الماء تاعكم بلا فاني. واذا كنا رايحين نديروه بالملون، انا راح ندير وحده بيضاء، مش راح نستعمل الملون. اذا نستعمل الماء عادي. وكي نعودوا حين نخدموا اون باتا سكر بالملون، لازم الماء هو اللي يلونه، يعني في بلاصه الماء نحطوا الملون هذا باش تكون الامور واضحه. اذا نبدا نخلط بيدي، نجمع. يعني هذه العجينه يعني انا نعتمد عليها بزاف وسهله وتوجد لنا ليه. راح تقولوا لي عليه مكون النشا. مكون النشا هو اللي يخليها يعني ما تذوبناش. كي نخبيوها مش راح تقيسها الرطوبه، هي تتخبى في بلاصه يعني على بغي في المطبخ، ولكن في باش ما تقيسهاش الرطوبه وما تذوبش معانا. يعني كي نخدم بها شيحه. اذا انا نحاول نجمع العجينه تاعي، والماء يبقى حسب الكميه. اذا شفتوها ما قاعداش تتلم مثلا، دوك كيما تاعي مش قاعده تتلم لي يعني مليح، نبقاو نضيفوا في الماء بالقطره. اذا انا حنزيد هنا قطرات من الماء فقط. نحاول نجمع، يعني نبقى نجمع فيها حتى تولي لي اون بات. اذا العجينه تاعي كما راكم تشوفوا راهي تلمت معايا، ولازم نعجنها مليح باش تولي لي مطاطيه. اذا الجلوكوز هذاك او العسل اللي نحطوه فيها هو اللي يخليها لنا تولي مطاطيه. اذا بهذه الطريقه شوفوا كيفاش. فوالا. اذا هذه البيضه نغلفها بالبابي فيلم ونخليها ترتاح. لازم ما نخدمش بها دركا، لازم نخليها ترتاح على الاقل ساعه او ساعتين، ونخدموا دركا عجينه ملونه. اذا رايحين نخدموا الان عجينه ملونه ورايحه نستخدمها بالعسل بالنسبه للناس اللي ما عندهمش، حوالي ملعقتين كبار بالنسبه للناس اللي ما عندهمش الجلوكوز. والملونه حنستخدم الاخضر اللي كنت عملته من قبل معكم، حوالي ملعقتين كبيرتين. وحطيت 3 سكر ونصف كاس، يعني بنفس الكاس نشاء الذره. نحاول لانه الالوان الطبيعيه ما تمتش، يعني لون الالوان تكون كما نحبوها احنا. نحاول بقدر الامكان اني نوصل للون يعني اللي نحوس عليه. اذا ها هي عجينه السكر تاعي باللون الاخضر. فوالا كما راكم تشوفوا نفس العمليه بالنسبه للالوان الاخرى. انا حنزيد نعمل عجينه باللون الاحمر ونشوفوهم ونشوفوهم في الاخر. اذا الالوان تاعنا او عجينه السكر تاعنا راهي جاهزه. يعني استخدمت، يعني انا حبيته لون احمر، ولكن كما قلت لكم الالوان الطبيعيه ما نقدروش نوصلوا للالوان المرغوب فيها، لا باس. اذا هو الاساس في الموضوع هي العجينه. شوفوا كيفاش تجي العجينه يعني. فوالا.
تجي هكا طريه باش كي نزيد نحلها بالنشا ما تنشفش معايا. اذا نتمنى تكون عجبتكم طريقتي السهله في عجينه السكر. تقدروا تزينوا بها الحلويات، تقدروا تزينوا بها لي صابلي، تقدروا تزينوا بها لي طارت نتاعكم تاع اعياد الميلاد او المناسبات المفرحه. والى وصفه قادمه بدون غلوتين، وابقوا على خير.